كان عندك كام سنة لما عرفت إن إبراهيم حسن أحرف بمراحل من حسام حسن وليه أهداف كتير أجمل من أهداف حسام حسن؟ منهم الجون اللي قدامك دوت، الفاول اللي ملعوب زي ما الكتاب بيقول في مرمى مين؟ في مرمى العملاق ريال مدريد وهو محترف بره في نيو شاتل. ومش ده الهدف الوحيد، تعال أوريك هدف تاني نادر جدا لإبراهيم حسن اللي عمله دبل كيك بعد جملة محفوظة. كرة اتلعبت من فاول على طول لإبراهيم حسن اللي واقف مستنيها عشان يحطها مرة واحدة دبل كيك، أحلى من أهداف حسام حسن نفسه، غير طبعا أهدافه اللي من تسديدات ولا أروع ولا أجمل. عايزك تتفرج معايا كده على الجون دوت، كورة من تسديدة بشماله بقى رغم إنه باك يمين وأصلا رجل الأساسية بتاعته اليمين. تعال اتفرج إزاي هيركن الكورة دي ار2 في البعيدة برجله الشمال الأضعف زي ما الكتاب بيقول. ودي كانت ميزة عند إبراهيم، بيقدر يشوط بيمينه وبشماله. وادي واحدة فيرست تايم تانية بشماله برضو الرجل الأضعف من إبراهيم حسن من على ال 18 كده مرة واحدة قبل ما تنزل من على الأرض يحط الكورة بشماله شومة في المرمى لا تصد ولا ترد. رجله الشمال حرفيا كانت تعرف المرمى، وتسديدات من مسافات كمان مش حاجة أي كلام وخلاص. لا تعالى شوف الكورة والتسديدة دي من على بعد تقريبا 30 ياردة، الراجل يحط شماله إيه قذيفة تروح في البعيدة خالص. إبراهيم حسن كان بيسجل أهداف خيالية. هقفل معاك بالهدف الجميل ده برضه بوش رجله بعد ما استلم الكورة على صدره وحط وش رجله على طول كرباج في المرمى لا تصد ولا ترد. ولو جبت 80 حارس زي اللي واقفين دول مش هيعرف يشيل الكورة دي. ده إبراهيم حسن وتسديداته الصاروخية سواء باليمين أو الشمال أو حتى الفاولات. إبراهيم حسن كان لعيب ممتع وباك يمين ممتع.